بصوا، انا بقى من الناس اللي طول ما البرطمان دوت موجود في البيت انا حاسه باطمئنان. بتقولوا لي من المخلل يا ام ايه؟ اقول لكم اه والله من المخلل. لو رغيف عيش، لو اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها في البيت ديت موجوده في البيت، خلاص بيبقى الواحد كده يعني مبسوط والله العظيم، بحس ان البيت فيه خير. مش زي احساس لما كل شويه ايه نروح نجيب فطار مثلا ولا اي حاجه ونجيب ب5 جنيه مخلل، ويا عالم هو معمول ازاي ولا محطوط فيه، الله اعلم. وسمعنا الفتره اللي فاتت دي اشاعات كتير، بس الله اعلم الصح من الغلط. بس طول ما رغيف العيش وبرطمان المخلل وغلاص الجبنه موجودين في البيت فنحن بامان. صلى على هادي المصطفى عليه افضل الصلاه وازكى السلام. طبعا انا دلوقتي غطا البرطمان مش لاقياه، فغطيته بالطبق ده على ما اشوفه، لان انا كان بقالي فتره ما عملتش مخلل. اللهم صل على النبي. يوم السوق اللي هو بكره هجيب بنجر عشان انا ما عنديش بنجر. هو جه اصلا ما كنتش مرتبه ان انا اللفت دوت هنجيبه ولا اعمل المخلل ده. القرنبيطه دي بقالها يجي 3 4 اسابيع عندي في التلاجة، نفسي اعملها واكلها، ولادي مش عايزين قرنبيط، فقلت يلا هحطها بقى طالما اللفت جه مع المخلل كده ايه، واقوم عامله برطمان حلو معتبر كده. وان شاء الله باذن الله لما اروح السوق الصبح هجيب بنجرايه واحطها في قلب البرطمان، وهوريكم لونه بعد ما تحط فيه البنجر. يلا، دمتم سالمين.